نحن على موعد مع الإثارة والتشويق وعرض الإعلان الثاني للحلقة القادمة من مسلسل قيامة المؤسس عثمان، وسيحمل ثلاثة أحداث هامة تتعلق بمصير مريم وبيجوم واستعادة القبيلة. فكما شاهدنا في الإعلان الأول للحلقة القادمة وجود العديد من المشاهدة الغير المكتملة نحو تمركز السيد عثمان رفقة محاربيه وبعض الأفراد الذين نجوا من هجوم المغول، وكانت تقف بجانبهم فاطمة والسيدة ألجين. ووجدنا السيد عثمان أمر بإقامة بعض الخيام في هذه المنطقة وسط الغابة، وذلك من أجل استعادة القبيلة. فكما رأيناه يخبرنا بذلك عندما كانوا يقبل راية الكاي، لكن سيظهر الإعلان الثاني كيف خطط السيد عثمان لوضع المتفجرات داخل هذا المكان الذي تمت إقامته حديثا، حيث شاهدنا إلباي وبيجوم داخل ذلك المكان عند تفجيره بجنود المغول. وأيضا ظهر على وجه السيدة بيجوم الحسرة والهزيمة بعد وقوعهم في فخ السيد عثمان ومحاربيه، ويبدو أن بيجوم قد رأت السيدة بالة التي ترغب في الانتقام منها. وسيحمل الإعلان الثاني للحلقة القادمة أيضا مشهدا يحدد مصير مريم التي سيتم إنقاذها بواسطة السيد عثمان ويأخذها معه إلى مكان تواجد فاطمة وأفراد القبيلة، فقد رأيناها تظهر بالإعلان الأول لكن لم ندرك كيف تم إنقاذها، وهذا ما سيظهره الإعلان الثاني. والمشهد الأكثر أهمية في الإعلان الثاني والذي سيكون غير مكتملا بالحلقة وهو استعادة القبيلة والتخلص من لوكاس. فكما يبدو أن ذلك الأمر غريبا للمتابعين، فكيف للسيد عثمان الذي يشعر بالضعف بسبب فقدان قبيلته ومحاربيه وهروبهم وسط الغابة، وأيضا فترة المعاناة التي تعرض لها هو وأبنائه وزوجته من تسمم وأسر وهروب، أن يهاجم بورصة في الوقت الذي يتواجد فيه قائد المغول أولغان بمحاربيه، وأيضا صوفيا ولوكاس وجنودهم في الوقت الذي يتوقع فيه الجميع أن يتوجه السيد عثمان إلى القبيلة لاستعادتها. وهذا ما ننتظره في الإعلان الثاني، أن يوضح كيف تم ذلك.